خرجت الصحفية عائشة ترد على الاتهامات الموجهة إليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيه مازلنا مع قضية الشيخ عمر بن الزاوي إمام ولاية سطيف المتهم بسرقة أموال طفلة. والحكاية تاعو باختصار هي طفلة عندها 10 سنين، مريضة مسكينة ساكنة في ولاية تيارت. الأب نتاعها راح من ولاية تيارت لولاية سطيف قابل الإمام عمر بن الزاوي وطلب منه أنه يجمع له المبلغ المالي باه يدي بنته يداويها في تركيا، وهذا المبلغ مقدر ب 450 مليون. إذن هدايا الأب السيد جنيدي أب حياة راح للصحفية عائشة بوزمارن وقال لها أنه هذا الإمام سرق لي أموال الصدقة تاع بنتي، يعني الناس مدوا للإمام دراهم أموال باش تديها حياة تتعالج بهم، لكن الإمام احتفظ بالمبلغ لنفسه وما حبش يمدله المبلغ. إذن الصحفية هدية دارت لقاء مع أب حياة وقالت في هذا اللقاء أنه لازم تسمع من الطرفين، وهدرت مع هذا الأب وسمعته مليح، ومن بعد اتصلت بالإمام عبر الهاتف وهدرت معاه وسقساته قالت له وش رايك في أب حياة والأقوال اللي راهو يهدر فيها. لكن الإمام قال باللي هذا هذه كاملة ما كانش منها، ويعني ما كان حتى دليل يثبت أن الإمام سرق. إذن الشارع الجزائري خرج وقال باللي لازم نقفلوا قناة النهار، ولازم هذه الحصة تاع خليها على ربي لازم نقفلوها، والصحفية لازم تتابع قضائيا. السبب لأنها دارت تحقيق مع الإمام واتهمت الإمام بالسرقة، وأيضا دارت تشويه سمعة للإمام. إذن الصحفية عائشة ما سكتتش وخرجت في لقاء صحفي تدافع على روحها، وقالت باللي هي ما دارت حتى تشويه للإمام يعني لصورة الإمام، وما اتهمتش الإمام بالسرقة، وقالت إنها مجرد صحفية تسأل أسئلة عادية أسئلة الصحفي وما دارت حتى تحقيق مع الإمام. وطلبت من الجمهور إنه يعاود يتفرج على حصة خليها على ربي ويشوف مليح يعني اللقطات ويتأكد بنفسه إنها لما اتصلت بالإمام ما جبتش اسمه. أول حاجة قالت بلي ما جبتش اسمه، تاني حاجة حتى صوت الإمام راح تغطاته، يعني دارت صوت واحد آخر يعني فوق صوت الإمام به ما يبانش صوته الحقيقي. وقالت باللي احنا ما وجهنا حتى اتهام لهذا الإمام، وأب حياة هو مسؤول على أقواله. وأكدت الصحفية عائشة في هذا اللقاء أنها طلبت الإذن من عند الإمام قبل ما تبث هذه الحلقة. وأنا أيضا يعني شفت يعني في الحصة تاع خليها على ربي باللي قالت الإمام باللي هذه المكالمة الهاتفية راح تكون في المباشر، يعني في الحصة تاع خليها على ربي، وإنه الناس راح يسمعوا الأقوال نتاعو، وهو قال لها أوكي معليش يعني عادي. إذن هي أكدت هذه الهضرة وقالت باللي هذا الإمام يعني كي عيطت له وهضرت معه في الهاتف راهي دات الموافقة نتاعو، يعني الإمام قابل أنه يخرج في الحصة ويهدر مع هذه الصحفية، وإنها يعني غطات الهوية نتاعو كاملة وما جبدت عليه حتى معلومة. يعني هذه هي أقوال الصحفية عائشة. كنا شفنا أنه الشيخ عمر بن الزاوي رفع دعوى قضائية ضد السيد جنيدي أب حياة، قال باللي راهو دار لي تشهير تاع سمعة، ما لبناش إذا هذا الشيخ رفع دعوى قضائية ضد القناة أو ضد الصحفية عائشة. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو وشكرا على المشاهدة.